كورة بيكس، خبر يصنع الشغف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة كورة بيكس. قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة بين المغرب وهايتي في كأس العالم، خرج مدرب هايتي سباستيان مينيه بتصريحات أثارت اهتمام الجماهير، حيث أكد أن منتخب بلاده لن يدخل مباراة الاستسلام رغم صعوبة المهمة أمام أسود الأطلس. وقال المدرب إن لاعبيه يدركون قوة المنتخب المغربي والمستوى الكبير الذي يقدمه في السنوات الأخيرة، لكنه شدد على أن هايتي ستقاتل حتى آخر دقيقة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء يليق بمنتخبها أمام العالم. وأضاف أن المغرب يضم لاعبين كبار يلعبون في أقوى الدوريات الأوروبية ويملك خبرة قوية في البطولات الكبرى، لكن كرة القدم لا تعترف بالإسماء فقط بل بالعطاء داخل أرضية الملعب. وأكد كذلك المدرب أن منتخب هايتي يريد توديع البطولة بصورة مشرفة، لذلك سيحاول استغلال كل الفرص الممكنة أمام المغرب، مطالبا اللاعبين بالتركيز والقتال وعدم الخوف من المنافس. من جهته يدخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نتيجة جيدة في البطولة، ويطمح لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار بثقة أكبر نحو الأدوار الإقصائية. فهل ينجح أسود الأطلس في تأكيد توفقهم وتحقيق انتصار جديد، أم أن المنتخب هايتي سيصنع مفاجأة في واحدة من أكثر المباريات الجولة إثارة؟ وأكد المدرب أنه يحترم المغرب كثيرا، ويحترم المدرب ويحترم اللاعبين ويحترم كذلك جمهور المغرب، ويصفهم أنهم أشقاء. المغرب ضد هايتي معجدين مع المتعة والإثارة، والجماهير تنتظر صافرة البداية لمعرفة من سيحسم هذه المواجهة. وفي الأخير لا تنسوا اللايك والإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن مباريات كرة القدم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.